أنا أتكلم في إطار القانون وأنت مالك؟ الحكومة ما عندها لا برامج لا تخطيطات لا كذا. أعطيني السادة، جيب زيد 100 دينار وأعطيه. وعليك احترام القانون السيد الرئيس. سيد النائب، أنا نطرحه، أنا غادي نطرحه. أنا عندي في القانون ما خصوش النائب يطرح سؤال ذا طابع محلي. الناس اللي كيحترموا هذا القانون كيقول لك هو ما كيتكلموش على الدوائر ديالهم. دابا اما نزولوا هذا الشيء من القانون ونبقى دابا انت كتجي انا كنقول لك راه ممنوع سؤال محلي في الشفوي، وانت كتجيب لي في الورقه وتقرا لي الجسد الفلاني والواد الفلاني وكذا. ودابا انا هنا واش كنطبق القانون، وهادو اللي محترمين القانون هنا وهنا وكيعطيو السؤال وطني. هادو يبانوا اذا كاينه مغالطات، غادي يبان هادو. ماشي اما نطلقوا كلنا ونقطعوا هذا النظام الداخلي او نحترموا. واش دابا بيناتكم غير كتقولوا له زير السؤال الفلاني، وهي الدوله ما عندها، هذه الحكومه ما عندها لا برامج لا تخطيطات لا كذا. اعطيني السادة، جيب زيد 100 دينار واعطيه. يعني انا ما كنشوفش فين هو هذا المنطق، ما كنشوفش فين عندنا المنطق. انا عندي قانون باغي نحترمه. انا ما سكتش الاخوان وما بغيت حتى واحد نادي. اما نتفقوا على القانون. ما عندك علاش دير انت نقطه النظام؟ مالك لاش نقطه النظام؟ هذا ديالي انا اطبق القانون. انا اتكلم في اطار القانون وانت مالك؟ في اطار القانون تكلم. تفضل. شكرا السيد الرئيس. في اطار القانون، في اطار احترام النظام الداخلي، هذا النقاش اللي كيجرى دابا في هذه اللحظه هذه داخل هذه القبه لا يوصل صورة إيجابية للمشاهد وللمواطن المغربي. هذا النقاش السيد الرئيس خصك تحمل المسؤولية ديالو بصفتك عضو بالمكتب ديال مجلس النواب، وناقش تما مع في المكتب، وآنذاك يتخذ مكتب مجلس النواب القرار المناسب. ماشي بهذه الفوضى اننا غادي نصوتوا واش نحيدوا ولا ما نحيدوش. وعليك احترام القانون السيد الرئيس. سيد النائب، انا عندي قانون وكنطبقوا اللي كيعطي صوره خايبه في الرساله الملكيه الموجهه للندوه للمشاركين في الندوه الوطنيه بمناسبه ذكرى 60 لاحداث اول برلمان مغربي منتخب. ماذا قال صاحب الجلاله؟ قال بعد أن تكلم عن تخليق الحياة السياسية، قال فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية، وبهذه الطريقة غنرفعوا الطلب دي صاحب الجلالة. بهذه الطريقة دي كديروا كتجلي تقرا لي الجواب فادي. إذا كان صاحب الجلالة يأمرنا بالعمل على الرفع من جودة النخب، أنتم كتجروا البرلماني للأسفل. تفضلوا سيد الوزير جوابكم.